هلو فيديو اليوم مش غسيت مي طريقة تفويح اللحم المفروم. طلبته مني صاحبتي وهاني خذيت بخاطرها. لهنا عندي 350 جرام لحم مفروم غنمي، هوني عندي لفاحات، عندي فلفل اكحل، وعندي ملح، وعندي شوية تبل وكروية، وعندي شوية نعناع شايح. راهو النعناع الشايح في الكعابر يبنن على الاخر. هوني ناخذ اللحم متاعي ونحلو الكل في الصحن ونحط لفاح متاعي الكل. يا جماعه ما تخافوش، يديا معقمه نظيفه، غسلتها بالكدا باش ما تقولوا ليش بيك تمس في اللحم من غير ديكون. راني نطيب في داري ونطيب بالعائلتي وضيفه اموري واضحه. وني ندخل لفاح بشويه بشويه في اللحم، نحاول هكا مش نعجن عجينه، بين نحاول هكا ندخل لفاح الكل في اللحم الكل. سي بون لهنا اللحم تاعي حضر، خليته يرتاح شويه باش يشرب الفحم تاعو، وناخذ هكا شويه لحم ونبدا نشكل بيديا هكا كعبرات صغار، ليهم صغار ليهم كبار بلوتو، انتوما والحجم والكبر اللي تحبوا عليه انتوما. انا لهنا عملت كعبرات متاع لوبيا خاطر باش نطيب لوبيا بهم. انتوما تنجموا تعملوا بهم صوص مقرونه، تنجموا تعملوا بهم عجه، تنجموا تعملوا بهم جلبينه، تنجموا تعملوا بهم مرقه بطاطا، يجيو بنين برشا. وكيف كيف تنجموا تحطوهم في ساشيت كونجيلاسيون، وتنجموا تكنجلوهم وتجبدوهم وقت اللي انتوما تستحقوا حاجه هكايا خفلف، وتلقاهم حاضرين مفوحين. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. سلام.